مش مخططة أوي أنا هاقول إيه، ولكن في فكرة في دماغي بتلِف وحاسة إن هي تستاهل تتقال بصوت عالي. أنا لاحظت حاجة، إحنا بنهرب من نفسنا كتير أوي، مش هروب واضح، لأ هو هروب هادي. بمعنى يعني هروب شكله طبيعي جدًا، زي الهروب من الفراغ. يعني أول ما نفضى شوية نمسك الموبايل، نفتح أي حاجة، نشغّل صوت، نعمل أي نشاط بس ما نقعدش مع نفسنا. وكأن الفراغ ده حاجة تخوّف، مع إنه مش بيعمل أي حاجة غير إنه بيكشف. الفراغ بيطلّع الحاجات اللي إحنا دافنينها، إحساس تقيل شوية، سؤال من غير إجابة أو حتى ملل، بس إحنا للأسف متعودين إن أي إحساس مش مريح لازم نتخلّص منه. وأكتر حاجة بتستنزف طاقتنا مش الشغل ولا التعب، التفكير الزيادة الoverthinking، تفكيرنا في حاجات خلصت وحاجات لسه، وتفكير في حاجات يمكن ما تحصلش أصلًا. بنقعد نلوم نفسنا، نراجع كلام قُلناه من أسبوع، نحلل نظرة حد، نحاول نفهم إحساس وكلام مش واضح، وطاقتنا بتروح من غير ما نتحرك خطوة. وفي مشاعر كده مش عارفة تتسمى، مش حزن، مش قلق، مش اكتئاب، بس اللي هو في حاجة جوّه كده مش مضبوطة، زي تُقل خفيف، فراغ مش مريح. ويمكن المشكلة إننا مستنيين نحس حاجة واضحة عشان نسمح لنفسنا تتعب، بس الحقيقة مش كل تعب ليه عنوان أو مسمى. دايمًا باسأل نفسي إحنا بنهرب من إيه بالضبط؟ يمكن بنهرب من إننا نسمع صوتنا الحقيقي، الصوت اللي مش عايز إنجاز ولا خطط ولا حلول، الصوت اللي عايز يقول أنا تعبانة، أنا محتاجة أبطّأ، أنا محتاجة أفهم نفسي مش أزُقّها. بس للأسف إحنا بدل ما نسمعه بنقسى ونضغط ونقول لنفسنا شدي حيلِك. يمكن كمان بنخاف نعيش ببساطة، بنحس إن الهدوء ده نقص وإن الحياة الهادية فيها حاجة ناقصة، مع إن الحقيقة إن البساطة محتاجة شجاعة، شجاعة إنِّك ما تعمليش حاجة، إنِّك ما تفسّريش كل إحساس، وإنِّك تسيبي اليوم يعدّي من غير ما تحاسبي نفسِك عليه. البساطة مش إن حياتِك تبقى سهلة، البساطة إنِّك تبطّلي تضيفي طبقات فوق إحساسِك. عايزة تحسّي؟ خلاص حسّي، من غير تحليل، من غير جلد ذات، من غير استعجال. وده للأسف صعب، بس مُريح على المدى الطويل. عارفة إيه هي أكتر حاجة غريبة ومُريحة في نفس الوقت؟ إن إحنا متعودين نهرب، بس مش متعودين نُقف. يعني حتى وإحنا بنرتاح وإحنا بنعمل حاجة، بنشوف مسلسل، بنتفرّج على فيديو، بنكلّم حد، لكن إننا نقعد ساكتين لأ، ده تقيل جدًا. وكأن السُكات هيطلّع حاجة مننا إحنا مش مستعدين ليها. الفكرة إن مواجهة النفس مش حاجة بطولية زي ما كلنا فاكرين، مش لحظة تنوير ولا إجابة واضحة، دي غالبًا لحظة مربكة، تحسّي كده إنِّك مش فاهمة نفسِك ولا عارفة أنتِ عايزة إيه، ولا حتى زعلانة من إيه، وده يخوّف فبنهرب. وللأسف أغلبنا بنُقع في فخ الهروب المُقنّع. في كده نوع من أنواع الهروب اسمه الهروب المُقنّع، اللي هو يعني هروب شكله حلو، اسمه الانشغال. نملى اليوم مهام، نملى العقل أفكار، نملى الوقت أي حاجة، ومش عشان إحنا طموحين، عشان بس ما نحسّش بإحساس إحنا مش مستعدين نواجهه. ومش قصدي إن الإحساس وِحِش، بس إحنا اتعلّمنا إن الإحساس لازم يكون إيجابي ومفهوم وسهل، غير كده يبقى في خلل. وأكتر حاجة بتوجع هنا مش الظروف ومش الناس ولا حتى الدنيا، أكتر حاجة بتوجع هي الطريقة اللي بنكلم بيها نفسنا. إزاي بنستصغر تعبنا، إزاي بنقول لغيرنا تعبان أكتر، إزاي بنستعجل نفسنا نخرج من إحساس لسه ما اتعاش، وكأننا بنقول لنفسنا معلش مفيش وقت تحسي كده. خليني أقولك إن مش كل إحساس محتاج يتحلل، ومش كل مرحلة محتاجة اسم، ومش كل تعب محتاج خطة. ساعات أحسن حاجة نعملها إننا نسكت، نسمع وما نهربش. فلو انت حاسة إن انت بتجري من غير سبب أو بتتعبي وانت مش فاهمة ليه، يمكن تكوني مش محتاجة تعملي أكتر، يمكن بس تكوني محتاجة تقللي وتهدي وتدي لنفسك الفرصة وتسيبي نفسك إنك تكوني إنسانة مش مشروع. وبس كده، حاسة إني كنت محتاجة أقول ده، وشكرا إنك سمعتي. وبكده يكون الفيديو خلص. يا رب يكون الفيديو أفادكم وعجبكم، تكون الرسالة وصلت لكم. سلام.